نهار 10 يوليوز 1971 طرات أخطر محاولة انقلابية في تاريخ المغرب، بالضبط في قصر الصخيرات اللي كان عامر بالضيوف من جنرالات وسفراء وحتى نجوم عالميين، واللي كانوا كيحتفلوا بعيد ميلاد الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. وفجأة تحولت الحفلة المجزرة، بدا الرصاص كيطاير والدم سايل فوق الزليج، من الاخر الروعة ناضت. واللي خططوا لهذا الشيء ما كانوش إرهابيين بل عناصر من الجيش المغربي وقيادة عسكرية عليا. واش كانت فعلا محاولة اغتيال الملك ولا انقلاب مخطط ليه من الداخل؟ شكون كان فعلا وراء هذا الشيء؟ بقاو معايا نقول لكم على تفاصيل اخطر ساعات عرفها القصر الملكي وما غاديش تيقوا اش وقع داك النهار. بسم الله على بركة الله. باش نفهموا انقلاب الصخيرات خاصنا نرجعوا لسنوات الستينات. المغرب كان دولة حديثة الاستقلال واللي كان عام 1956، ومنين تولى الملك الحسن الثاني العرش سنة 1961 كان عنده تحديات كبيرة، من بينها بناء مؤسسات الدولة. بغى يوضع دستور للبلاد اللي يحقق التوازن بين السلطة الملكية والمؤسسات المنتخبة، وفي نفس الوقت مواجهة المعارضة السياسية واللي كانوا كيطالبوا بالديمقراطية والإصلاحات، وزيد عليهم الفقر والبطالة اللي كانوا معشين في البلاد. غير أن الملك كان عنده أسلوب صلب في التعامل معهم واللي انتج عنه توتر كبير، وكان خايف من المعارضة والجيش اللي كان كيشوف راسو باللي مهمش في قرارات البلاد. داكشي علاش الملك كان كيعتمد بزاف على المخابرات وعلى رجال ثقة بحال أوفقير. ولكن التوتر بدا كيزيد داخل التكنات وكانوا كيشوفوا باللي النظام محتاج لتغيير جذري. وهنا الجنرال محمد المذبوح والكولونيل محمد عبابو، جوج شخصيات رئيسية كانوا ورا هاد القصة كاملة. نبداو بالجنرال محمد المذبوح واللي كان واحد من أهم الشخصيات في الجيش المغربي، كان عنده منصب كبير كمدير عام للديوان العسكري ديال الملك، يعني كان قريب منه، الشيء اللي خلاه يشوف بزاف ديال المشاكل بحال الفساد والتفاوت الاجتماعي غياب الإصلاحات، وتم اقتنع باللي المغرب محتاج تغيير، وكانت عنده فكرة إقامة جمهورية. الطرف الثاني الكولونيل محمد عبابو، قائد مدرسة أهرموم العسكرية، كانت من أحسن المدارس في إفريقيا ديك الوقت، كان معروف بالانضباط والحماس وحتى الشجاعة، الشيء اللي خلاه يكون عنده تأثير كبير على التلامذة العسكريين. كان كيشوف باللي النخبة السياسية والعسكرية في المغرب ما كتحترمش القيم اللي كيآمن بها، وهذا الشيء خلاه يحس بالحقرة. أول محاولة لهم باش يصفيوها للملك كانت نهار 1 مايو 1971، شهرين قبل من محاولة الانقلاب الفاشلة. كانت بمنطقة الحاجب اللي كان فيها الملك حاضر بنفسه المناورة عسكرية تدريبية، وترسلات كتيبة من مدرسة أهرمومو بقيادة عبابو لواحد النقطة ما بين صفرو والحاجب بحجة المشاركة في التمرين، وكانت مجهزة بأسلحة ثقيلة ورصاص حي. قبل التنفيذ بلحظات الجنرال المذبوح أمر الكولونيل عبابو ينسحب، حيت بداو أجهزة الأمن كيشكوا في شي حاجة ما هياش. هنا داروا هاد جوج خطة تانية اللي غادي تنفذ نهار عيد ميلاد الملك 42، واللي كانت كالتالي: كولونيل عبابو غادي يقود تلاميذ المدرسة العسكرية لقصر الصخيرات اللي كان العدد ديالهم تقريبا 1400 تلميذ وضباط صف، ويسيطروا عليه ويعنوا إسقاط الملكية بلا ما يسيل الدم، ويجبروا الملك على توقيع وثيقة تنازل على العرش. ووحدات أخرى غادي يمشيو يسيطروا على مقر الإذاعة والتلفزة باش يعلنوا على إسقاط النظام الملكي ونجاح الانقلاب، ومن بعد يحتلوا ليطا ماجور. ولكن واش هاد الخطة كانت مدروسة مزيان ولا كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ قبل ما نشوفوا واش وقع، إلا عجبكم هاد النوع من المواضيع وما بغيتوش تفوتوا القصص الغامضة والتاريخية، خذوا دقيقة من وقتكم، اشتركوا في القناة، ديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم. دابا نرجعوا للأحداث اللي كانت غادي تبدل وجه المغرب كامل. نهار الانقلاب مع الجوج ديال العشية حاول عبابو يقتحم القصر مع الوحدات ديالو، ولكن لقى واحد الجدارمي قدامه واللي طلب منه رخصة الدخول اولا ما غاديش يخليه يدوز. في هاد اللحظة عبابو جبد الفردي وهددو يا اما يخليه يدخل يا اما يقتله، وتيراو في بعضياتهم. الجدارمي جاتو الرصاصة في الصدر ومات في البلاصة، والكولونيل تضرب في كتفه. وهنا دخل من المدخل الرئيسي هو والدراري اللي معاه، اللي العمر ديالهم كيتراوح ما بين 18 و 23 سنة، واللي ما كانوش في الاصل عارفين باللي راهم غاديين ينقلبوا على الملك، حيت القائد ديالهم عبابو قال لهم في الاول يستعدوا باش يمشيو يديروا مناورة عسكرية تدريبية كيف ما العادة. من بعد في الطريق امرهم يوجدوا راسهم حيت غادي يمشيو يعتقوا الملك من بعد الثوار. ودخلوا للقصر بالقوة من المدخل الرئيسي وبداو يطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وكيغوتوا بصوت عالي عاش الملك. حسب شهادة احمد المرزوقي واحد من التلاميذ العسكريين اللي شاركوا في الحدث، قال باللي الفوضى كانت كبيرة بزاف والجنود ما عارفين اش كيديروا، وبداو كيطلقوا الرصاص على بعضياتهم بسبب اللبس. وزاد قال باللي وحدات اخرى بقيادة محمد عبابو والكولونيل محمد عبابو الصغير هجموا على القصر من الجهة الشمالية. هي فاش الشي بدا كيطلق الرصاص على شي، غير ان في كتاب ذاكرة ملك اللي صدر سنة 1993 ديال الراحل الحسن الثاني ما فيهش هذا التفصيل. المهم من بعد دقائق قليلة العسكر سيطروا على القصر وخداو الضيوف رهائن، واللي
واللي تقتل منهم تقريبا 100 شخص ومنهم طبيب الملك الخاص. الوضع تحول لكابوس حقيقي. هادشي كامل طاري والطايح اكثر من نايض، والملك فينا هو. وصلنا نهاية الجزء الاول من هذه الحلقة. نضرب لكم موعد الخميس الجاي ان شاء الله مع الجزء الثاني من انقلاب الصخيرات، واللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نجا الملك وشكون عتقو، واش كانت صدفة ولا حظ.